سلام سلام غالياتي، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ووصفة جديدة. جيتكم اليوم تشيز كيك على شكل هلال يوالم مناسبة المولد النبوي الشريف، ولا تقدروا ديروه بمناسبة حلول الشهر الفضيل رمضان. اللهم بلغنا إياه لا فاقدين ولا مفقودين إن شاء الله يا ربي. المهم شاركت معكم اليوم أجوائي البسيطة جدا للاحتفال بهذه المناسبة، بما أنه شاعت أنه ما يجوزش نحتفلوا. لكن أنا ندير هذا الشيء غير على جال بنتي، باه يترسخوا فيها العادات والتقاليد تاعنا، وكذلك باه تتعرف على الدين الإسلامي بالدرجة الأولى. هذا هو اللي يهمني. بهذه المناسبة علمتها الشهادتين اليوم، راني فرحانة بها، ربي يجعلها لي من الذرية الصالحة. تبعوا معايا الوصفة الأخير باه ينجح لكم هذا التشيز كيك. أول حاجة نبداو نقولوا بسم الله. وش نحتاجوا فيها التشيز كيك؟ نحتاجوا للبسكوت تاع اللوتوس 250 غرام، يعني حوالي علبة واحدة. تقدروا تحتفظوا بحبات لأنه أنا ما استعملتهاش كاملة. نرحيهم ونهروشهم، تقدروا بالروبو ولا غير بيد المهرس ولا بالقنوط تهرسوهم عادي. وذكا جبت 100 غرام من الزبدة، ذوبتها وتكون باردة. نبدأ نضيف فيها غير بشوية، ماشي على ضربة واحدة، نبدأ نضيف ونشوف حتى نتحصل على القوام المناسب. ما لازمش نكثروا لها الزبدة والا من بعد تخرج لنا لدام، ولا ديروها ناشفة بزاف تيبس معاكم وتتفتت. يكون قوامها هكذا، تلموها تتلم وتتفتت. انا هذه كمية الزبدة اللي تبقات لي. دركا انايا جبت مباشرة لاباز اللي حنقدم فيها، حنخدم فيها باه ما نضلش نقل في التشيز كيك تاعي. وجبت هذا السرسو تاع الجينواز، لصقته بمساك باه ما يتحركش. وجبت هذا لومبورت بياس على شكل دائرة باه نشكل شكل الهلال. اللي ما عندهاش تجيب بول وتقلبوا كيما هكذا، ولا اذا عندها بول بشكل دائرة احسن واحسن. نحطوه ونبدا نبسط فيه هذاك البسكوت مع الزبدة باه نخدم لا باز نتاع التشيز كيك تاعي. وانتوما كيما تحبوها تجيكم عاليه كثروا، تحبوها تجيكم هابطه ما تكثروش. المهم اخدموها مليح. انا جبت هاد الاداه تاع العسل وقاعده نلظ عليها على لا باز تاعي باه تستخدم مليح. والهلال تاعي من بعد كي نحي سارسو ما يفسد ليش. خذوا وقتكم فيها. انا درت بهذيك الاداه ومن بعد زدت درت بيدي. وكما نقول لكم الحاجه لا بغيتوها تجيكم مليحه لازم لا فينيسيون. جبت هنا هذا الباتوني ودخلته في القرون تاع الهلال تاعي باه يتشكل لي مليح. دوكا نخليها تبرد ما بين ما خدمت الكريمه. للكريمه تاعي نحتاج 400 غرام. انا استعملت هنا الماسكاربون، نتوما تقدروا تستعملوا اي جبن للطلي، المهم ما يكونش مالح بزاف. نزيد لها 70 غرام تاع سكر بودره، نغربلها اكيد باه ما دير ليش هذوك الكعابر. واذا توفرت عندكم الفانيلا سائله ديروها، اذا ما توفرتش ديروا ملعقه صغيره تاع فانيلا بودره. ندخل المكونات بالملعقه، تحبوا تكملوا بالملعقه عادي لا حرج. واذا حبيتوا تزربوا العمليه مباشره استعملوا الباتور، راح يسهل عليكم الخدمه. دركا نجيب هنايا زبده اللوتوس ولا سبيكولوز. انا جبت هنايا كرانشي، العلبه تاع 380 غرام، ندير منها 2 ملاعق كبار، اي ما يعادل نصف العلبه. ندخلها هنايا مع المكونات اللي سبق لي وطلعتها بالباتر باه نتحصل على هاد الكريمه البنينه بزاف. هاد التشيز كيك بالمناسبه درتو بلا جيلاتين هكذا ويجي واقف وحاكم روحه ما شاء الله. وهذه الكريمه تاعي نخليها تبرد بجهه. من جهه اخرى حكمت لي فوي تاع الباتور تاعي خليتهم يجمدوا في المجمد. وجبت كريمه الخفق حتى هي بردتها مليح، لازم تكون فيها نسبه الدهون 30% فما فوق. جبت 2 علب تاع 200 غرام، ما استعملتهمش في زوج وانما استعملت وحده كامله ووحده فوق النصف بشويه. حتى هي لازم تكون بارده مليح مليح باه تنجح معنا الكريمه. نبدا نطلع فيها وكي نبدا نخلط ما نتوقفش على التخلاط حتى يتشكلوا لي خيوط. هذو من اسرار نجاح الكيكات الباردين اللي ما نستعملوش فيهم الجيلاتين، هو نجاح كريمه الخفق. كما راكم تشوفوا راهي كي بدات تتماسك معايا، نواصل انايا الخفق حتى يتشكلوا هاد الخيوط.
هنا نتوقف خاطرك شكون بالغو راح تسيح معانا. دوكا نجيب الكريمه اللي خدمتها من قبيل ونخلطها معاها بالباتور، بصح ما نطولش في التحراك باه ما تهبطليش الكريمه تاعي وما تفسدليش. حنتحصلوا على كريمه خفيفه وما تقهمش بزاف هايله. دركا نحطها فوق لاباس تاعي اللي خدمتها وبردت مليح، نحط طبقه جيده من الكريمه تاعي ونسويها بواسطه ملعقه. انا كل مره هذيك الملعقه ندخلها تحت الماء الساخن باه نتحصل على شكل كيما هكذا. نخليها في المجمد على الاقل مده ساعتين اذا كنتوا زربانين، واذا ما كنتوش زربانين عليها خليوها في الفريجيدار مده ليله كامله. انا هنا درتها غير في المجمد. دركا بعد ما جبدتها نفوت بالشاليمو على الحواف تاع السرسو تاعي ونبدا ندير في الحركه هذه كاني نجبد فيه غير بالعقل، وبسم الله نطلعوا نتحصلوا على الهلال تاعنا. نجحت الخطوه الاولى. دركا بقى لنا هذا السيركل الصغير حتى هو نفوتوا عليه من الداخل بالشاليمو. كما قلت لكم ركزوا على الشوك هما اللي يلصق فيهم السيركل. نبداو نحركوا فيه غير بشويه وهكذا راني نجحت والحمد لله. دركا نعدل القرون تاع الهلال تاعي. كما تعرفوني نحب نخدم زعما خدمه ميته، ثبيته هنا راني جخلطت الحاله شوي. دركا ما ديروش كيما درت انايا، شريت زبده اللوتوس كرانشي يعني فيها من الداخل حبيبات تاع الكاطو، عشيت نصفي فيها. شريو العاديه. انايا هنايا سخنتها في الميكرووند، تقدروا تسخنوها في حمام مريم، وصفيتها وحطيتها في هذه القاروره اللي حتسهل عليا الخدمه بزاف احسن من ملعقه. خاطرش الملعقه هذاك الهلال تاعي راهو جامد، وكي ديروا مباشره بالملعقه راح تذوب معاكم ويفسد الشكل. شريوا هاد القرع بزاف يسهلوا الخدمه وما همش غاليين. ندير روحي كاني نرسم في خط نحد به الهلال تاعي بهذا الشكل. سمحوا لي هدرت بزاف اليوم، معليش، حبيت نعتها لكم بكل الخطوات باه تنجحوا فيها. ودركا نغطي السطح كما راكم تشوفوا كي تكون عاديه تجي ملساء، وهاد القاروره بزاف تسهل عليكم الخدمه. بعد ما غطيتها كما راكم تشوفوا كل مره نسرح القاروره تاعي غير بكيوردون ونخدم. هنايا دوكا حنزينها تزيين خفيف غير بالبقايا تاع البسكوت هذاك اللي خدمنا به لاباز. نحط على الحواف تاع الهلال تاعي. المره هذه ما حبيت لا نديرها بالفواكه لا والو، شي مره نشارك معكم تشيز كيك باشكال مختلفه. وهنايا جبت حبيبات تاع البسكوت وجبت الناكخي هذاك دوغي والليكيد تاعو، وعاودت كتبت على كلمه لوتوس بالدوغي. جات بزاف كيوت، وكما تعرفوا النساء كل ما نشوفوا حاجه تلمع تعجبنا. هنا راني نستعمل غير بالكوطونتيج البانسوات تاعي ما باليش وين راهم، قلت معليش باه ما نضيعش وقت. وكما تعرفوا في الغربه ما كانش هاد لوازم الحلويات، فدبرت راسي غير بهذوك لي غيرلاند تاع طلعتهم معايا من الجزائر تاع لو تام تاع المولد النبوي ولا رمضان. مسحتهم اكيد ونحيتهم من الاضواء تاعهم وزينت بهم الهلال تاعي. عجبوني جايين هكذا مصور فيهم كي شغل مسجد صغير والنجوم وعلى شكل هلال ثانيتك. وهذه هي النتيجة تاع تشيز كيك تاعي. وزدت زينت الهلال تاعي بالنجوم، انا نموت عليهم وبنتي كيف كيف درنا حالة بهم. هنا شاركت معكم ثاني واش شريت للمولد، غير 2 شميعات شوية بخور، وسهرنا تفرجنا فيلم الرسالة كالعادة. والحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله أن من أمة نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا هو القوام تاعها من الداخل. ما بقى لي غير نقولكم تلاقوا في وصفة جديدة أخرى إن شاء الله، والسلام.